كنت لسه اصلا هسألك احنا عايزين نبدأ ازاي نصوم رمضان واحنا مستريحين، بس طبعا دكتور احمد دخل على طول يدينا الروشتة بتاعت رمضان. المشكله خلاص ان يعني احنا ده وقعنا في على الفخ، احنا وقعنا اوريدي يا بالفخ. جماعة كل سنة وانتم طيبين بدأنا صوم رمضان. بدأنا نصوم. فخلاص احنا ما يعني ليس بالامكان افضل مما كان. لو احنا مم. قبل رمضان هنقول خلينا نستعد الاول، نحاول نمنع سكريات وفواكه عشان اعراض انسحاب السكريات، عشان ما يقابلناش مشاكل كتير في رمضان. مم. المشكله اللي بتقابلنا في رمضان اعراض انسحاب حاجات كتير. يعني اعراض انسحاب السكريات حاجه، اعراض انسحاب الكافيين حاجه، الناس اللي متعوده تاكل مالتي ميلز او وجبات متعدده برضو دي مشكله حاجه، العطش حاجه، مم. اعراض انسحاب النيكوتين من المدخنين حاجه. فانا على قد ما اقدر بحاول اجزأ حروبي من قبل رمضان، بس بما واننا خلاص يعني قد وقعنا في الفخ. مم. فعلى قد ما تقدر صوم زي ما قلنا على حسب ما انت متعود من قبل رمضان على صيامك. مم. حاول تبدأ بشرب المية، حاول تبدأ بالشوربة، حاول تستنى 10 دقايق او ربع ساعة وبعدين تبدأ في الاكل. مم. ماشي، بما وان في ناس كده كده وده مجموع كبير مش مم. هيسمع الكلام مم. وهياكل سكريات. كل السكريات لكن بعد الوجبة الرئيسية، يعني كل واشبع مم. وبعدين كل السكريات. ليه؟ علشان السكريات بالبلدي تتوه في وسط الاكل. لان تمام. السكريات لما بتدخل على بطن فاضيه بيحصل لها امتصاص سريع، مم. بترفع مستوى السكر بسرعه وبترفع مستوى الانسولين بشكل سريع. مم. لكن لما بتدخل في الميكسد فود، اوكي. احنا بنسميه كده في الميتابوليزم، ده الميكسد فود، مم. بتتوه شويه، ما بترفعش مستوى السكر ولا مستوى الانسولين بنفس الدرجه. مم. لو اضطرينا ناكل السكريات هناكلها بعد الوجبات الرئيسيه.